سلام يا سلام على هاد كاس العالم وكيفاش داير. واش نتوما معايا ولا ما معاياش؟ انا خديتو عبره. راه ما يمكنش الفرقه اللي كتكون غالبه كتولي مغلوبه، الفرقه اللي فريمون ضعيفه بزاف كيوليو عندها دو بوت وهي اللي مأهله. راه فريمون هنا باش تقدروا تعرفوا باننا ماشي حنا اللي كنتحكموا في الحياه كتحكم فينا. حنا غاديين مع داكشي اللي كيوقع. نقدروا نديروا جهدنا كامل ولكن للقدر حكمه اخرى. المهم هادو دباشات ليليه وانا كيفاش كنفكر ومشيت في واحد العالم اخر. خلونا في هذاك الشيء النسوي الجميل، الفتيات الناس اللي متبعيني قولوا لي واش خديتوا. ما تعلمت يا مدرب انجلترا، ما تعلمت من كل الناس اللي لعبوا ضد هالفريق اللي يقهر، الفريق اللي مبين لو تخليه يستحوذ على الكوره ويضغط عليك وبس تدافع دائما يرجعون، دائما في اخر ربع ساعه يرجعون. تروح تدخل مدافع ورا مدافع، ليش؟ توك جايب جول الاول عادي. عندك فريق يعرف يستحوذ على الكوره، يعرف يمشي كوره، يعرف يجيب جول ثاني. لا، بندافع كلنا حق نص ساعه الاخيره ونفس القصه تتكرر. يا قهر، الفريق مو طايع يطلع. ما عنا الحين غير اسبانيا يا ناس. تعبت بس ما عنا غير اسبانيا. ايوا الاخوان، حلم كاع ما تحقق. كنت كنحلم بهذا الفينال هذا، كنقول المغرب غيلعب ضد الارجنتين وغاديو كاس ضد ميسي. ما كسبش. كسبش غادير، ما كسبش اخوتي. كرهنا كورة واللي فيها. انا سالا ليا المونديال كنحس براسي انا بحال اللي عندي الميت، فهمتي؟ داخل في اكتئاب من نهار تخسر المغرب، ولكن يعني توجد تنفخ، مابقاش عندي الجهد. برد عليا ريحة النعناع، عطاو ليا القهوة عجبني. الله شحال تعجبني ريحة النعناع. شوف الباص، شوف الباص رفعه بالراس. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف يلا روح مع السلامة. سلم لي على الحلوين. السلام عليكم. الارجنتين وانجلترا مباراه مليئه بالدروس، دروس الحياه والله ما في كره القدم. انجلترا انضباط والوعي التكتيكي والنضج الكروي و النجوم الكبار، لاعبين تقترب قيمتهم السوقيه من 2 مليار دولار، يلعبون في اكبر الانديه العالميه. انجلترا صاحبه اغنى واغلى دوري، عندها انضباط، عندها كل شيء، ناقص الابداع، وتكسر طموحها امام حاجز الخوف. يعني الانجليز عندهم عقده من 1966 مربحوا كاس العالم في اول واخر فوز لهم في النهائي اللي كان في بلادهم واللي كان عليه لغط كبير. من تما والنفسيه ديالهم مدعدعه ملي كيوصلوا لهاد المراحل الاخيره ديال كاس العالم. الارجنتين عندهم قصه مغايره. الارجنتين اجتمعوا واتفقوا على حب رجل واحد، كيتعتبر بالنسبه لهم قدوه، كيتعتبر بالنسبه لهم مثال، كيتعتبر بالنسبه لهم الاسطوره والمعجزه. ليونيل ميسي اللي عرف انه يجعل صحابو يبغيوه. بزاف ديال المواقف النبيله ديالو، بزاف ديال الحوايج زوينين اللي كيدير، ولكن خصوصا بابداعه في كره القدم وعدم خوفه وما كيبقاش في الكومفورت زون وكيبحث على الحلول البديله. كان دارها مع مصر لما غير الوضعيه ديالو في الملعب. ميسي حسب الاحصائيات كيوقف في كاس العالم كيتمشى في الماتش 75% من الوقت، كيوقف 20% من الوقت، وكيجري ما بين 3 و 5%. ماذا يعني هذا؟ يعني انه لا يدافع، تقريبا لا يدافع، ولكن الفريق كله راضي بهذه الوضعيه. علاش؟ هذا ما نسميه بالكونسنسوس، بحال شي اتفاقيه جماعيه. حنا ملي نكونوا كندافعوا علينا الضغط نعتبروا راسنا لاعبين بواحد النقص، ولكن راه ملي غنطلعوا نهاجموا وملي غنحتاجوا الحلول وملي غنكونوا حنا اللي غنضغطوا عندنا قوه ضاربه لا تناقش. وهادشي كيجعلنا نفكروا في واحد المساله هي في الترتيب. الانضباط مهم والابداع مهم، ولكن الا بدات البذره ديالك تنبت بفضل الابداع عاد زدتينها الانضباط دائما ما تكون افضل، لانه كتكون موجد راسك جميع السيناريوهات. هادشي في الحياه، ملي كتبدا بالانضباط ورك وانت الابداع عندك ناقص ولا ما عندكش موهبه، خصوصا الا غلطتي في اختيار يعني المجال اللي غتخدم فيه، غتنجح ربما، غتوصل لشي درجه، ولكن ما عمرك غتوصل للاعجاز، ولا ما عمرك ما غادي تكون عندك ديك الاستمراريه اللي غتبقى دائما جميله مع الوقت. لي زونتي كونفورميست ولا الناس اللي ضد القواعد الموضوعه ماشي ناس ما عندهمش انضباط، بل هم اناس يدفعون الحواجز، ناس كيبحثوا على حريه اكبر، ناس كيبحثوا على هامش اكبر للعطاء.
ولهذا هما اللي كيجربوا الافكار الجديده، وهما اللي كيفكروا في الحوايج اللي ما كيفكروش فيهم ناس واحد اخرين، وهما اللي كيصروا على انهم يعطيو في واحد المجال اللي ربما بزاف ديال الناس كيبعدوا منه ولا كيهربوا منه. ولهذا ميسي تميز. ميسي انت كتفكر في اليسار وكيجيب شي حاجه من اليمين. هذا ما كيعنيش بانه ما منضبطش، ما كيعنيش بانه ما كيترينيش، ما كيعنيش بانه ما كيحضرش الاجتماعات ديال الفريق، ما كيعنيش بانه ما عندوش واحد النظام ديال الحياه اللي هو صارم، ولكن دائما الابداع ديالو كيغلب. وهذا اللي ناقص انجليز، وهذا اللي باقي ناقصهم، هو انهم منضبطون جدا وبشكل كبير، ولكن لا يبدعون تقريبا. وكسرهم حاجز الخوف، كسرهم الخوف مباشره. فالنهايه غتكون حارقه ما بين الارجنتين واسبانيا، ونستناو تانا لحد باش نعرفوا هويه كاس العالم ودرج جديد من دروس الحياه بفضل كره القدم. تبارك الله عليكم. وشوف دابا سبحان الله العظيم الحياه كي دايره، ها هو تيدوش ليه فاش كان صغير ودابا غيتلاقى معاه في الفينال ديال كاس العالم. ميسي يكون في راسو هادشي اللي وقع، يكون غرقو في داك البانيو. سيناريو واخا يكون كاتبو داك اللي كاتب كابتن ماجد ما يخرجش بحالك، ها هو دوش ليه يعني ما عادي السيد فضائي. يا مال انت يقر فيك التدويشه عاوتاني، راه بنادم ما تيشري لك يبيمو وانت صغير وتيبدا يمن عليك، هذا مدوش لك يعني راه واش فهمتي؟ والله الا هاد ميسي لا كائن فضائي ما عاديش، دوش ليه فاش كان صغير وتسناه تا كبر عاوتاني باش مع بزاف بارك. نهاية أرجنتين وإسبانيا، والله ميسي تعالى نهائي كأس العالم. راح لك لعب شهور تحت من نهائي كأس العالم، والله كنت راح والله من كاس، والله الأرجنتين أفضل مليون مرة قد أحكي الصراحة، أقسم بالله ما تعرف الأرض. الأرجنتين ميسي ولامين يامال، يا الله اسمع سيناريو كرة القدم صعب. يا الله تعبت من كرة القدم، أنا تعبت والله، أنا انتهيت من نهائي كأس العالم. وعشان عندهم نهائي كأس العالم بدأت تشاور قبل حتى راح. حسبي الله فيك اللي كنت، حسبي الله فيك اللي كنت. يلا جول 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 جول. مش ممكن على كرة القدم، مش ممكن على كرة القدم. يا كاتب التاريخ في في الكرة كونتر اتاك. ايوا ميسي دوش ليامال نشوفوا واش هو اللي غادي ياخذ الكاس ولا ميسي اللي ياخذ الكاس. عاد ديك الساعه يخلي يامال ياخذوا من موراه، الفينال يكون واعر. المهم الخوت اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي راي، اللي عنده شي حاجه تغني لنا النقاش، مرحبا بكم. دابا شويه نبداو في واحد اللايف غادي يكون خاص بالاسئله وبالاراء ديالكم، فمرحبا بكم. دابا شويه غادي نبداو. حمز من اللي رونالدو الدريورو حلمت به، قلت له راه ميسي ديك الساعه حلمتو تيبكي وخسر الفينال ديال كوبا امريكا. شحال هادي صافي تنشوف شي حلمه في كورة كنقول سيت الحلم هادي مزيان هادي والله. كنشوف كنحلم شي حاجه فهمتي. المهم هادشي اللي كاين. بلاش سكور اكزاكت فينا حلم ما كنت ما تقول عطاني فلوس. المهم الشباب هذه الكره وهذا من الاحلام، انا شي احلام مزيانين صراحه. فخاو من على القرص الله. اليوم نحلم شي حاجه نقول لكم